أنا كان معايا 10,000 جنيه بس بعد شهر بقوا 20,000 جنيه. ايه ده ازاي؟ طب انا لو مسكت الفلوس بتاعتي دي وحرقت منها شوية هل هينقصوا؟ مش عارف. هو ده اللي احنا هنعرفه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. هنعرف النهارده مع بعض عمليات رأس المال، يعني امتى فلوسي بتزيد وامتى فلوسي بتقل وازاي نكون رأس المال. تعال نبدأ يلا. دي المحاضرة رقم 3. لو انت ما سمعتش المحاضرات اللي فاتت لازم تسمعها. ليه؟ لان كل حاجة مترتبة مع بعض، كل حاجة ورا بعض في المحاسبة. يعني انا لو ما سمعتش المحاضرة اللي فاتت مش هعرف افهم المحاضرة دي، لو انا ما سمعتش المحاضرة الاولى مش هعرف افهم المحاضرة دي. تمام؟ خلينا يلا نبدأ. احنا هنتكلم مع بعض في شوية حاجات كده. عندنا 3 افتراضات في رأس المال. نفترض ان انا كان معايا 1,000,000 جنيه وقلت والله ال1,000,000 جنيه ديت انا عايز افتح بيها مشروع، اي مشروع ايا يكن. عايز افتح مصنع سيارات، عايز افتح محل، عايز افتح مصنع ملابس، عايز افتح اي مشروع لنفسي. طيب المشروع دوت انا معايا 1,000,000 جنيه. الافتراض الاول ايه؟ ان انا بكون رأس المال بتاعي في مرحلة التكوين. انا هعمل المشروع بتاعي، انا لسه ما عملتش مشروع، هعمل المشروع بتاعي في مرحلة التكوين. بكون رأس المال وبحطه في المشروع بتاعي، يبقى لسه في مرحلة التكوين. دي كده اول مرحلة معانا، اول افتراض لينا. طيب فتحنا المشروع بتاعنا والحمد لله وربنا يوسع علينا وكسبنا وبعنا وبص خربنا الدنيا. طيب الافتراض الثاني، نفترض ان بعد واحنا شغالين وبعنا حلو قوي والحمد لله ربنا كرمنا، بدأ ان العملاء بتاعتنا تزيد، المبيعات بتاعتنا بتزيد. انا بنتج وليكن في الشهر كله 30 قطعة من اي منتج. 30 قطعة يعني كل يوم بعمل انتاج قطعة مثلا. فجالي العملاء خلال اخر الشهر، العملاء بتاعتي زادت، فانا عايز ازود الانتاج بتاعي. طيب ما انا المكن اللي شغال عندي، المعدات اللي شغاله بتنتج، هي بتنتج معايا في اليوم قطعه، 30 قطعه في الشهر. هعمل ايه؟ هسحر انا يعني عشان هم يكتروا؟ مش هعرف. طيب ما هو انا كسبت، مش انا في اخر الشهر بعت ال 30 قطعه فكسبت وربنا رزقني بعملاء اكتر، بدل ما هم 30 عميل مثلا كل عميل بياخد قطعه في اليوم، ربنا رزقني وخلاهم 60 عميل. طب انا هجيب بقى ازاي قطعتين في اليوم؟ ما انا كده عندي حلين. يا هقول للعميل الجديد اقول له والله انا ما عنديش، امشي، طبعا كده يبقى انا انسان فاشل. يا اما هقول له انا عندي، ماشي. طب انا عندي دي هجيبها له ازاي يعني؟ ما احنا هنزود راس المال بتاعنا بقى، عشان دايره المبيعات بتاعنا زادت، دايره المبيعات بتاعتنا زادت. فعند الزياده ده الافتراض الثاني. زي في البدايه لما انا قلت لك كان معايا 10,000 جنيه وبعد شهر بقوا 20,000 جنيه. ايه ده ازاي؟ هي دي، ده الافتراض الثاني. طيب لو انا بقى لا قدر الله كده المنشأة بتاعتي ما كسبتش منها كويس والحالة معايا ضنك على الحديدة، قلت والله انا بخسر، انا ال 30 قطعة مش بكسب، مش ببيع اصلا منهم. انا عايز اقلل رأس المال بتاعي. يعني انا كان رأس المال بتاعي 1,000,000 جنيه وهاخد منهم 500,000 جنيه، فانا كده هاخد من رأس المال بتاعي هيقل. هم دول ال3 افتراضات في رأس المال. كل سنة وانت طيب. تعال بقى نشوفهم عملي. بيقول لك بدأ محمد، اوعى تتخض من الشكل ده، احنا خلاص اتعودنا عليه المرة اللي فاتت. بدأ محمد أعماله التجارية في 1/1، ماشي ده التاريخ اهو، 1/1، برأس مال قدره 2,000,000 جنيه. قدمها بالشكل التالي، يعني أنا كان معايا 2,000,000 جنيه بدأت مشروعي. طب ال 2,000,000 جنيه ديت جبتها منين؟ عملت إيه بيها؟ هو ده اللي احنا هنشوفه. 200,000 جنيه
جبت بيها معدات، و100,000 جنيه جبت بيها سيارات، و100,000 جنيه جبت بيها أساس. حلو، هو أنا لحد دلوقتي بتكلم في أصول. يعني إيه أصول؟ يعني المعدات دي أصل، ماشي، يعني زادت الأصل ده في مرحلة التكوين، يعني زاد، ما كانش عندي وبقى عندي، بقى عندي الأصل مش موجود، مش موجود لسه، وهشتريه، هشتري الأصل دوت اللي هي المعدات، يبقى مدين. حلو، يبقى المعدات مدينة، السيارات مدينة، الأساس مدينة. طيب البضاعة مدينة. بعد كده عمل ب1,000,000 جنيه، عمل بيهم مباني. ماشي ماشي، 1,000,000 جنيه مباني. طب المباني دي ايه؟ أصل، ماشي. بعد كده بيقول لك 500,000 جنيه خد قرض من البنك الأهلي، قرض من البنك الأهلي. ماشي، هو القرض ده ايه؟ مدين ولا دائن؟ دائن. ليه؟ عشان دي مديونية، مديونية زادت عن المنشأة. ماشي، ايه ده؟ نقط، علامة استفهام. نقدية، يعني في فلوس حطها في الخزينة. عايز بقى قيد إثبات رأس المال يكون. أول حاجة عندنا المعدات ب200,000، يبقى من مذكورين. ليه من مذكورين؟ لأن هم حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا. أنا كان معايا 2,000,000 جنيه عملت بيهم حاجات كتير، والحاجات دي كلها أصول، أصول، والأصل مدين. يبقى دي حسابات أنا أحطها في جهة اليمين مدين، يبقى من مذكورين واكتب حساب 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 حساب. تمام. المعدات 200,000 جنيه، ماشي. سيارات 100,000 جنيه اهي. طيب أساس 100,000 جنيه برضو، ماشي اهي. بضاعة 100,000 جنيه. مباني 1,000,000 جنيه. فين هنا المباني؟ اهي 1,000,000 جنيه مباني، ما جبتش حاجة من عندي اهو. بعد كده قال لي أنا في فلوس حطيتها في الخزنة، في فلوس حطيتها في الخزنه، انا لسه ما اعرفش كام، انا حطيت فلوس في الخزنه، الخزنه مدينه، بس انا ما اعرفش حطيت كام لسه. تعال نشوف. اكن دي مش موجود، اكن ال1,000,000 جنيه ده مش موجود، انا لسه ما حطيتهوش. ماشي، لسه ما حطيتهوش اهو. طيب الى مذكورين. ليه الى مذكورين؟ هو انا مش عملت راس مال؟ يعني المفروض اقول الى حساب راس المال وخلاص على كده. انت صح، بس هو هنا قال لك انا خدت قرض من البنك الاهلي، في قرض من البنك الاهلي، القرض دوت مديونيه عليا، زي راس المال مديونيه برضو عليا، مديونيه انا كمنشاه مديون عليا ديون لصاحب المنشاه بال2,000,000 جنيه، والقرض برضو انا عليا ديون ال500,000 جنيه اللي انا خدتهم قرض من البنك الاهلي. حلو، يبقى القرض 500,000 جنيه اهو، الى مذكورين حساب وحساب. القروض اللي هو الكام؟ ال500,000 جنيه. راس المال، هو انا راس المال هنا عملته بكام؟ راس مال قدره اهو، هو اللي قال لي، مش انا اللي قلت، انا ما قلتش حاجه، هو اللي قال لي راس مال قدره 2,000,000 جنيه. هحط راس المال ب2,000,000 جنيه. طيب 2,000,000 و500,000 جمعناهم يبقوا 2,500,000. لو جمعنا دول كده لحد هنا، جمعنا الحسابات دي كده لحد المباني، من اول المعدات لحد المباني جمعناهم، هنلاقيهم كام؟ 1,500,000. 1,500,000. يبقى ناقص كام عشان يبقوا 2,500,000؟ ما احنا قلنا الجانب المدين لازم يكون قد الدائن، يعني كده او كده لازم الجانب ده هيساوي الجانب ده. الجانب دوت لحد الان ب1,500,000، والجانب دوت عندي ب2,500,000. ال2,500,000 جم منين؟ 500,000 قروض و2 مليون راس المال. راس المال انا جبت الرقم 2,000,000 جنيه منين؟ هو اللي قال لي. طب القروض انا جبتها منين؟ برضه هو اللي قال لي اهو. تمام؟ يبقى ناقص كام؟ ناقص 1,000,000 جنيه، هحطها في الخزنه عشان يبقى الجانب المدين يبقى قد الدائن. كده انا عرفت الخزنه بتاعتي حطيت فيها كام؟ 1,000,000 جنيه. بس كده، سهله بسيطه اهي. ماشي، تعالى نشوف مثال تاني.
في 5/1 أودع محمد 1,000,000 جنيه في حساب الشركة الجاري بالبنك. يعني أنا حطيت فلوس في البنك، مش في الخزنة، مش في الخزنة، في البنك، لزيادة، بص بيقول لي لزيادة رأس المال. يعني الحمد لله محمد كسب في الشركة بتاعته وكان عنده 2 مليون، 2 مليون في المثال اللي فات، فكسب، فقال والله أنا هزود رأس مالي من 2 مليون و500 ألف، هخليه ل 3 مليون و500 ألف، أنا كسبت يا باشا. ماشي. يبقى هو هنا زود رأس المال بتاعه لزيادة حجم إنتاجها، فإن قيد اليومية يكون، يعني هو الشركة حجم المبيعات بتاعته زادت، فعايز يزود الإنتاج بتاعه، فعايز يزود رأس المال. ماشي. هو أنا إيه اللي زاد عندي؟ رأس المال. وأنا قلت لك عندي زيادة رأس المال، زيادة رأس المال، الفلوس بتاعت رأس المال زودتها. هو رأس المال بطبيعته دائن، صح؟ يبقى المليون احطها في الدائن الى حساب رأس المال. طب انا حطيت الفلوس ديت ازاي؟ حطيتها ازاي؟ في البنك ولا في الخزنة؟ نقدية ولا بشيك؟ قال لي في حساب الجاري بالبنك. يبقى البنك زاد ليه؟ عشان انا حطيت فلوس فيه 1,000,000 جنيه. يبقى كده نفهم حاجة، إن عند تكوين رأس المال أو عند زيادة رأس المال، في الحالتين دول بتعامل معاملة واحدة بس، اللي هي إيه؟ من حساب خزنة أو بنك إلى حساب رأس المال، بس كده. ماشي. يبقى من حساب البنك بال1,000,000 جنيه اللي هو زودها إلى حساب رأس المال. ليه إلى حساب رأس المال؟ عشان هو زود رأس المال، فرأس المال بتاعي زاد. تعال نشوف مثال تاني. في 10/1 قرر محمد صاحب المنشأة بتخفيض رأس مال الشركة. يعني رأس المال هيقل بمقدار 500,000 جنيه عن طريق سحبهم من حساب الشركة الجاري من البنك في البنك الأهلي، فإن قيد إثبات ذلك العملية يكون مع ذكر مبلغ رأس المال الأخير بعد التكوين والزيادة والتخفيض. المثال ده أنا مش هحله، أنت اللي هتحله وتبعتهولي على الواتساب، عشان عايزك تركز وتعرف تعمل القيود بنفسك. تمام؟ فأنت تحله وتبعتهولي على الواتساب. في أي حاجة واقفة معاك ابعتها لي، ما تقلقش من أي حاجة. طيب تعال أفهمك بس نقطة كده عشان تعرف تحل، هغششك. هو دلوقتي أنا في المثال الأولاني عملت رأس مالي وخدت قرض، يعني رأس المال بتاعي في الآخر كان 2,500,000، وبعد كده زاد في المثال اللي بعده عند الزيادة حطيت 1,000,000 جنيه، يعني كده رأس مالي زاد بكام بقى؟ بكام؟ شوف انت بقى. بعد كده في المثال دوت انا خفضت رأس المال بتاعي، سحبت منه 500,000 جنيه. يعني في الاخر كده خالص، في الاخر بعد ال3 عمليات، التكوين والزيادة والتخفيض، هيبقى رأس المال بتاعي في النهاية كام؟ هو ده اللي انا عايزه منك. كده انا غششتك اهو. طيب احنا قلنا في مرحلة التكوين وفي مرحلة الزيادة بيبقى رأس المال دائن. ليه دائن؟ عشان هي مديونية على المنشأة، ورأس المال الحساب دوت بطبيعته عند الزيادة أو التكوين دائن. يبقى عند التخفيض يبقى إيه؟ شوف أنت بقى. ماشي. تعال نشوف آخر مثال. أنا هنا هسحب فلوس، يعني أنا كصاحب بقى منشأة، أنا هو كصاحب بقى منشأة، وهنا المنشأة بتاعتي. تمام كده؟ أنا هكلم المنشأة بقى بتاعتي. يا منشأة أنا عايز منك فلوس عشان عليا والله قسط كهرباء، عليا فلوس لشركة الكهرباء في البيت، فأنا عايز منك 100,000 ولا عايز منك 1000 ولا عايز منك 10,000 عشان أدفع فلوس المية أو فلوس الكهرباء. يبقى أنا هسحب فلوس من المنشأة. ماشي؟ طيب بفرض أن محمد قام بسداد فاتورة الكهرباء بتاعت بيته بمبلغ 1000 جنيه. خدها نقدا ولا بشيك من الشركة؟ خدها نقدا من خزينة المنشأة.
فإن قيد إثبات ذلك ماشي. أنا دلوقتي خدت فلوس من المنشأة، المنشأة زادت كده ولا قلت؟ الفلوس اللي في المنشأة في خزنة المنشأة زادت ولا قلت؟ أنا خدت فلوس من المنشأة، يبقى المنشأة الخزنة بتاعتها قلت، والخزنة لما بتقل تبقى داينة. ماشي. أنا خدت فلوس ليا أنا كصاحب منشأة، سحبت فلوس المسحوبات بتتعامل نفس معاملة المصروفات، مسحوبات مصروفات. تمام. يبقى أنا هاخد مسحوبات، سحبت 1000 جنيه. 1000 جنيه ليه؟ عشان فاتورة الكهرباء. مسحوبات، طيب أنا خدتها نقدا يبقى إلى حساب الخزينة. بس على كده يا معلم. وكده يبقى خلصنا المحاضرة الثالثة بكل بساطة. انت كده مش هتتلخبط تماما في رأس المال، يا تكوين يا زيادة يا تخفيض. المحاسبة سهلة وبسيطة خالص. على فكرة احنا هنلعب بالمحاسبة لعب، هنلعب بالفلوس، هنلعب بالأرقام. مفيش أي حاجة صعبة إن شاء الله في المحاسبة. تمام؟ أشوفكم في المحاضرة الجاية إخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.